موضوع اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو هو وزوجته من داخل القصر الرئاسي هو موضوع يعني مثير للجدل، ولكن ظهرت لنا عناوين بتتحدث عن الجواسيس اللي أوصلوا الفرقة الخاصة اللي هي فرقة دلتا الأمريكية. أوصلوا هذه الفرقة إلى داخل القصر ومنعوا الرئيس من أن هو يعني يتم تهريبه عن طريق أبواب فولاذية معمولة لهذا الغرض. الجواسيس عندما تصل إلى أماكن القرار أو أماكن حول القرار لابد أن تكون هذه هي النتيجة. لابد أن يكون يعني وجدنا هذا الموضوع أيضا، وجدناه أيام العراق لما حصل برضو اللي أوقع صدام حسين كانوا جواسيس، ايضا اللي اوقع الرئيس الليبي كانوا جواسيس برضو من خارج البلد وداخلها. فموضوع الجواسيس دوت يعني اكيد ليه خطورة جامدة جدا، وخصوصا لما تبقى بلد مفتوحة على مصراعيها او حتى لو مش مفتوحة، لكن بيتم التغلغل بطرق مختلفة، عن طريق مثلا ان هم يبقوا يعني بيدعموا البلد، او يعني ان هم مع البلد والكلام دوت لحد ما ينولوا مرادهم، فالدنيا بتمشي. اللي يضحك بقى في الموضوع ان وزير الدفاع السوري بيعرض على وزير الدفاع الفنزويلي ان هو يساعد وكده، فقالوا طب نجيب مترجمين. فدي نكتة الموسم. النكتة التانية ان الرئيس الامريكي قال لك هيدير بقى فنزويلا، يعني بيعلن احتلالها، يعني هيديرها ليه؟ وفي واحد من بلد يروح يدير بلد تانية وهو اللي هيجيب لهم الحكومة وهو يجيب لهم كل حاجة؟ احتلال رسمي يعني واضح يعني. عموما لسه هنشوف ايه التطورات وهترسي على ايه، وخصوصا فنزويلا أنا من الدول الغنية وخاصة بالبترول طبعا لها تصنيف عالمي. ربنا يستر، وهنقعد نشوف بقى ايه الموضوع هترسي على ايه. طبعا هو هيأثر عالميا هذا الموضوع.